فضيحة: الجزائر تسرق طائرات كنادر المغربية وتنسبها لحظيرتها في خطوة جديدة تنم عن حماقة نظام الحكم في الجزائر. أقدم التلفزيون الجزائري على سرقة صورة لطائرة إطفاء الحرائق كنادر التابعة للقوات الجوية الملكية المغربية، وتنسبها لحظيرة الجيش الجزائري، وذلك خلال تقرير عن جهود مكافحة حرائق الغابات بالجارة الشرقية. هذا السلوك يعكس استمرار الهوس الذي يظهره النظام الجزائري تجاه كل ما هو مغربي، مما يثير تساؤلات حول دوافعه وأهدافه. وتشير المعلومات المتاحة إلى أن الماسكين بزمام الأمور في الجزائر استخدموا الصورة بعد تعديلها وحذف العلم المغربي منه عن طريق الفوتوشوب، قبل نشرها في تقرير يزعم تسلم الجزائر طائرة إطفاء الحرائق من نوع كنادير. هذا العمل التضليلي والتزوير يسلط الضوء على سياسة السطو التي يمارسها النظام الجزائري بشكل متكرر، حيث يقوم بالاستيلاء على ممتلكات الآخرين لإيهام الشعب بأنها له. المعارض الصحفي الجزائري وليد كبير انتقد بشدة هذا السلوك واعتبره فعلا صبيانيا وغير مقبول مبدئيا، استغرابه من استمرار نظام بلاده في هذا السلوك غير المقبول، مشيرا إلى أنه لا يمكن تبرير استخدام وسائل إعلامية رقمية لتزوير وسرقة الصور وتقديمها بمظهرها المعدل. قال كبير في تدوين على حسابه بمنصة إكس تويتر سابقا: إنه من الواضح أن الهدف من هذا العمل هو تشويه صورة المغرب والإساءة إليه، بالإضافة إلى استخدام معلومات غير دقيقة. فقد أشار هذا الصحفي إلى أن الجزائر لا تملك طائرات كنادر من هذا النوع، وهذا يظهر واضحا من الخلفية وعدم التطابق مع الواقع الميداني. اقرأ أيضا بالفيديو: بعد الزليج والقفطان والحايق قناة جزائرية تسرق الجنسية من صانع تقليدي مغربي. بين الصحفي الجزائري أن الصورة التي استولى عليها النظام الجزائري قبل تعديلها منشورة في موقع لوديسك المغربي في سنة 2021، تجدر الإشارة إلى أن المغرب قد استثمر جهودا كبيرة في بناء وتطوير أسطوله من الطائرات كنادير، وقد تم تحقيق تقدم ملحوظ في هذا الصدد على مر السنوات. تلك الطائرات تعد جزءا حيويا من الجهود المغربية لمكافحة حرائق الغابات والكوارث الطبيعية. هذا السلوك المتكرر والمثير للجدل من قبل النظام الجزائري يزيد من التوترات بين الدولتين، مما يتطلب التهدئة والحوار لتجنب تصاعد الأمور وزعزعة الاستقرار المنطقة. يجب أن يتعامل الإعلام بمهنية وأخلاقية، وعدم استغلال الأحداث والصور لأغراض سلبية وتشويه السمعة. إذ كان هناك خلافات بين الدول يجب معالجتها بشكل دبلوماسي وبناء، وعدم التورط في ممارسة سلبية تزيد من التوترات.